السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى هنعمل كيكة. كيكة بقى إن شاء الله يا بنات في منتهى الجمال. كيكة الذرة أو بنقول عليها البسيسة. وهنشوف إن شاء الله النهاردة مقاديرها وهنعملها وتكون معاكي ناجحة 100%. مامتي بقى كانت بقالها كتير ما جاتليش وجات بقى النهاردة، وجابت لي بقى الدقيق معاها وقالت لي لازم آكل من إيديك يا أم مكة كيكة الذرة، لأن أنا بقى لي فترة بصراحة ما عملتهاش وهي بتحب تاكلها من إيدي. وإن شاء الله هعملها لكم النهاردة بقى، وقلت أشارككم معايا اليوم وإن شاء الله تطلع معاكي ناجحة وتطلع معاكي بطريقة سهلة وبتطلع هشة وتطلع طعم يا بنات في منتهى الجمال. كيكة الذرة دي بتبقى عبارة عن دقيق ذرة بيبقى أصفر، وساعات في محلات بتبيعه أبيض. بيبقى طبعا ذرة بتبقى طحنينها وبيستخلصوا منها الدقيق بتاعها. فلازم حبايب قلبي أهم حاجة، بصوا أنا وريته لكم، أول حاجة لازم ننخله كويس جدا. لو أنت جايباه من السوبر ماركت بيبقى أكياس ناعمة جدا وبتبقى نظيفة، إنما لو من عند العطار لازم ننخله عشان بيبقى فيه قش وبواقي كده، حاجات صغيرة بقت بعد ما بيطحنوه إن شاء الله. فأنا كنت نخلاه 3 4 مرات لما كنت اتأكدت إن هو زي الفل والدقيق الأبيض. ودي كل المكونات حبايب قلبي. أنا النهاردة هعمل صينيتين وخليت كل مقدار لوحده علشان لما بحط الاتنين مع بعض بتلخبط. وهقولك على طريقتهم وحاجة بقى النهاردة كده تحفة تحفة. جبنا الخلاط حبايب قلبي، حطيت 3 بيضات وحطيت ان شاء الله عليهم 3 اكياس فانيليا. ما عندكيش فانيليا حطي معلقه كبيره خل، ان شاء الله مش هيجرى اي حاجه. عندك 4 اكياس مفيش اي مشكله، الاكياس بتبقى صغيره. المتاح عندك الخير كله تحطيه. وحطيت كوبايه حبايب قلبي، بصوا المج اللي انا ان شاء الله بعاير بيه الكيكه هنعاير بيه كل حاجه علشان بتطلع معاكي مظبوطه. حطيت كوبايه ونص سكر، دي بقى ولا مسكره ولا دلعه، دي بقى مظبوطه جدا 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 ان شاء الله وهتطلع معاكي زي العسل. كوبايه ونص سكر. نجاح الكيكه المج بيفضل على طول نعاير بيه كل حاجه. ودي كوبايه الا ربع زيت ذره نضيف ان شاء الله كله في الخلاط. ودول بقى اول حاجه حبايب قلبي هنضربهم. ليه يا ام مكه مش هنحط بقيه اللبن والمكونات؟ هقول لك بقى. ده اكني بالظبط حبايب قلبي لما نضرب السكر مع الزيت والثلاث بيضات والفانيليا، اكنك كده ضربتيهم بمضرب كهربي وبيبقى ناعمين كده، وبيبقى طعم القوام بتاعهم متماسك وبيبقى تحفة تحفة. افضل اضرب فيهم لغاية ما يبقى تقال، وهوريكم سمكهم دلوقتي. بصوا بيبقى في منتهى الجمال وبيبقى تقيل ولونه بيفتح كده بقى، بيديكي هشاشة وبيديكي بقى جمال في منتهى. وريحتهم يا بنات وما شاء الله عليهم تحفة تحفة. بصوا لغاية ما كلهم يتخلطوا كويس واتأكد ان السكر دخل في المكونات وبقى ناعم وكل حاجة تمام، بحط عليهم كوباية لبن. يبقى الأول حبايب قلبي نحط ال3 بيض والفانيليا والسكر والزيت نضربهم كويس، وبعد كده نحط باقي المكونات. حطيت كوباية لبن، وبعد كده حبايب قلبي حطيت معلقتين زبادي. جربي بقى معلقتين الزبادي دول معلقتين كبار، وهتدعي دعوة حلوة لأم مكة بتخلي الكيكة طرية وهشة وفي منتهى الجمال. واسيبهم لما يختلطوا كويس جدا. بس تعملي الخطوة اللي قلتلك عليها في الأول عشان البيض حجمه بيتضاعف وبيبقى في منتهى الجمال. والريحة بقى يا بنات ما شاء الله عليها تحفة. هنا بقى نفس المج اهو، بأكد عليكم هنعاير 2 الدقيق الذرة المنخول كويس جدا. لو اكياس من السوبر ماركت باكد عليكم ما بتتنخلش. حطيت كوبايتين وهحط كوبايه دقيق عادي ابيض لجميع الاغراض، اللي هو اللي بنستخدمه لجميع الاغراض بيبقى مكتوب عليه من بره الباكت او السايب. فبنحط كوبايتين وكوبايه 3 كوبايات، بس لازم نحط كوبايه دقيق ابيض عشان لو عملتيها كلها بدقيق ذره بتبقى تقيله معاكي، لا لازم نعادل طعمه. خلاص يبقى حطينا يا بنات 2 دقيق ذره، واحده دقيق ابيض عادي. حطيت ايه هنا؟ كيس
بيكنج باودر كامل، ده كيس البيكنج باودر كامل، وحطينا معلقتين نشا. دول بقى هيخلوا الكيكة معاكي في حتة تانية ان شاء الله، وهتشوفي طراوة ونعومة ان شاء الله تعجب حضرتك. وحطينا دلوقتي ذرة ملح او رشة ملح. بصوا انا بايدي مش بحط بالمعلقة. ليه؟ لازم رشة الملح في الحلويات وفي الكيكات علشان بتعادل الطعم وبتظبط وبين المكونات وبتخليها في منتهى الجمال. بنقلب بقى كل المكونات الجافة والمكونات السايلة معانا في الخلاط. عملتها لك اهي عشان اللي ما عندوش ان شاء الله مضرب. والطريقة الاولانية اللي انا قلت لك عليها لما تضرب البيض مع الزيت والفانيليا والسكر هيديكي فوليوم وحجم وشكل في منتهى الجمال. وبعد كده نحط اللبن حبايب قلب والزبادي. بص بقى نزلنا الخليط السائل على الخليط الجاف، ونفضل بقى نقلب بالراحة لغاية ما ندخل المكونات الجافة مع المكونات السائلة. وإن شاء الله حبايب قلبي هنجيب بقى صينية وهنحط عليها رشة زيت. أنا ما بدهنش أكتر من رشة زيت وما بيلزقش في الصينية الألمونيا عشان هي الوحيدة اللي برتاح لها. وإن شاء الله هندخلهم يستووا. دي أول واحدة، وهوريكي برضو طريقة تاني واحدة علشان اللي ما ياخدش باله من أول حاجة. بصوا الجمال بقى، وبصوا الطعام، وبصوا اللون والريحة يا بنات، والطعم بقى ان شاء الله هتجربوها وتدعوا دعوة حلوة لأم مكة. ده انت زي ما قلت لكم اهي الصينية دي القلب دي عشان انا برتاح لها، دي مقاس 26. دي بتطلع لي على طول ما شاء الله كيكه مظبوطه. رشه خفيفه زيت كده، انا اكتر من كده ما بحطش ولا بيلزق ولا اي حاجه، ما تخافيش، بس تدهني الجوانب حلو جدا. وبعد كده بقى بص الخليط بقى ان شاء الله تعمليها. وبص يعني في منتهى الجمال. ماما كانت جايبه نص كيلو، عملت منه صينيتين وحوالي فاض كمان كوبايه تقريبا دقيق. يعني خدت 4 كوبايات وفاض كوبايه تانية، قلنا نبقى نكمل عليها ونعمل مرة تانية. انا بس بتأكد اهو، بنزل اي حاجة من الزوايد علشان حبايب قلبي لو في دقيق ولا حاجة من تحت، وبنصب بقى في الصينية. بصوا الجمال بقى. بصوا هوريكم ان شاء الله التانية اللي عملتها. وان شاء الله ده بيستوي حبايب قلبي. الفرن لو عندك تايمر 180، وبعد 35 دقيقة افتح اختبره من النص بخل او سكينة اشوفها استوت ولا لا. لو استوت بنطلعها، ما استوتش بنوطي النار بعد 35 دقيقة 5 دقايق لغاية ما تستوي وتكمل سواها، وبعد كده نطفي. بصوا حبايب قلبي كنت بوريكم اهو 3 بيضات والتلاتة كيس فانيليا، وان شاء الله كوباية ونص سكر. بس معلش المقطع ده جه سريع معايا، قعدت ادور عليه لقيته اختفى بتاع السكر ده. زي ما عملنا في اول واحدة، كوباية ونص بالظبط على المقدار ده، وكوباية الا ربع زيت. نخلطهم كويس جدا لما يتحولوا للكريمي ولونهم يفتح ويدوكوا ضعف الكمية، نحط كوباية بالظبط لبن. وإن شاء الله هنحط معلقتين الزبادي. يعني الصينيتين خدوا مني علبة زبادي اللي هو الحجم الصغير. أنا حطيت معلقتين كبار ودول كانوا معلقتين، كنت بفضل علبة، جم إن شاء الله 4 معالق. ونضرب بقى المكونات السايلة. وبعد كده حبايب قلب زي ما قلت لكم هنحط المواد الجافة: 2 دقيق ذرة، واحدة دقيق أبيض، والنشا، وكيس كامل بيكنج باودر، وذرة ملح. وإن شاء الله هكتب لك المقادير حبايب قلبي في صندوق الوصف عشان، وهقول لك كل حاجة عشان تطلع معاكي ناجحة. وإن شاء الله لما تعمليها وتجربيها مش هتبطليها إن شاء الله في البيت. إن شاء الله تعمليها على طول. ودول حبة ده كيس البيكنج باودر، وإن شاء الله دي ذرة الملح، وهنحط آخر حاجة معلقتين النشا حبايب قلبي. ونخلط كل المكونات الجافة زي ما قلت لكم كويس جدا جدا مع بعض. وبعد كده هنحط عليها المواد السائلة. انا وريتكم هم الطريقتين على قد ما قدرت بقى علشان ان شاء الله تطلع معاكي ناجحه. واللي ما خدش باله من اول كيكه ياخد باله من تاني كيكه ان شاء الله. ونخلطهم كويس جدا جدا. انا بصراحه لما باجي احط كله فالمقدار بيبقى بيحيرني معاه. انا لما بعمل كل واحده لوحديها كده ببقى عارفه ان دي ان شاء الله تطلع مظبوطه، وهي نفس المقادير. قلبنا بقى كويس جدا جدا. وبصوا بقى الجمال، قوام بقى ولا تقيل ولا خفيف. القوام
بصوا معتدل. دي بقى صينية كانت صغيرة شوية عن التانية، دي كانت مقاس 24. كل حبايب قلبي لما بتصغري في الصينية كل ما بتديكي فوليوم عالي عن اللي قبليها، بمعنى ان لما بتصغري في الصينية بتاعة الكيكة بتديكي طبعا ارتفاع للكيكة عالي جدا وبتبقى حلوة معاكي. فالصواني الكبيرة بلاش منها، بتبقى حوالي 26 ل 24 ماكسيموم علشان تطلع معاكي عالية وزي الفل. هنا بقى خلاص خلصت تاني واحدة اهي وحطيتها حبايب قلبي في الصينية، وزي ما قلت لكم الفرن يكون قبليها ان شاء الله ب10 دقايق مولعينه، ولا في تايمر 180. بعد 35 درجة نختبرها بخلة او سكينة او اي حاجة رفيعة، وبعد كده حبايب قلبي نطلعها. لو استوت ما استوتش بنسيبها حوالي 10 دقايق تاني. بصوا هنا كنت خلاص بقى ادخلها الفرن، وهنا بقى حبايب قلبي خلاص انا خلصتها. خدت مني حوالي بالظبط 37 دقيقة او 40 دقيقة ماكسيموم ان شاء الله، علشان انا كان الفرن بتاعي عادي من غير تايمر. وطلعتها بقى والروايح يا بنات بقى، وما شاء الله عليها تحفة تحفة. بص الصينية القلب دي بتخلي لي الكيك على طول مظبوط، انا بحب اعمل فيها الكيك بتاعي. والصينية دي برضو كانت ما شاء الله عليها، كانت صغيرة شوية بس ما شاء الله عليها طلعت لي كيكة تحفة تحفة. وان شاء الله بصوا كنت بقطع لكم بقى خرطة وبس. ان شاء الله تستني لما تبرد خالص ما نقطعهاش، انا كنت سبتها بردت. وبصوا بقى الجمال، وبصوا الطعامة. بصوا عشان الدقيق ده هاتي اللون الاصفر منه ما تجيبش الابيض، بيبقى لون الكيكة كده صفرة من جوه وذهبي، وما شاء الله عليها تحفة تحفة. بصوا بقى العلو والنشا معانا، والطريقة اللي قلتلك عليها في الأول اللي هي تضربي البيض مع الزيت والسكر، جربيها وهتدعي دعوة حلوة لأم مكة. كوباية شاي بقى كده ونقعد بقى نروق المزاج اللي طول النهار بقى في المطبخ والمواعين والمذاكرة. وإن شاء الله حبايب قلبي مش هتبطلوا تعملوها. اتفضلوا معانا، واوعي تنسيني في دعوة حلوة منك باستمرارية القناة، وتشتركي في القناة وتعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو يفرح قلبي. وإن شاء الله حبايب قلبي تكون سنة حلوة عليكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. وشكرا لكل مشترك وكل أخ وكل أخت اشتركوا في القناة، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.